عارف باللي راه تيطنز عليكم وبغى ياكل لكم الرزق ديالكم. تيقولوا باللي ان الفيسبوك حر، باللي راه نصابه بالنسبه للبياعه، راه وليتوا تدخلوا الحرام على داركم. ردوا البال الخوت، مصائب قوم عند قوم فوائد. راه الناس تتموت وتتعذب وتتكرفس، كاين اللي فقد والديه وكاين اللي فقد ولادو وكاين الله يحفظ اللي تيستغل هذه الظروف. السلام عليكم ورحمه الله. كاين شي حوايج اللي خص لابد تسمعوها خوتي المغاربه، واعتبروني عابر سبيل ناصح. اي ملف كما بغى يكون نوعه خاص بتقارير ديال الزلزال او باي بلاغ او اي حاجه عندها علاقه بهذا الشيء اللي واقع دروك في المغرب، ما تحملوهاش. اما يصيفطوها لكم كصوره ولا بلاش ولا بالنقص منها، سواء كان بي دي اف ولا كان الوورد ولا كان وينرار ولا كانت عمليه تحميل. اي واحد فيكم هادي يحمل داك البرنامج ولا داك الملف يكون على يقين انه سوف يتم اختراقه، وما تقولش باللي جا من طرف الصديق ديالي، راه حتى الصديق ديالك يقدر الصديق ديالو اللي صافت ليه بيخترقه وتيدير فيه الثقه وبيبارطاجيها معاك، وانت تتصدق الصديق ديالك وتكون انت والصديق ديالك الضحايا. الحاجه الثانيه، ما تصدقش اي حاجه يتم نشرها في المواقع الاجتماعيه. اي منصه تنشر الفيديوهات ما باقيش تصدق اي حاجه تتنشر. وخير مثال ان الاخبار اللي تتقول باللي ان قطر رسلت الكبائن المغرب، وبزاف د المغاربه فرحوا وطيقوا الفيديو وصدقوا باللي ان قطر تتصيفط لهم دوك المنازل على شكل صندوق، مع العلم ان هاد الصناديق هادو اللي على شكل منزل انهم ترسلوا لتركيا وربما حتى سوريا، وما عنده حتى علاقه مع المغرب. وهذا الشيء غير 0.01 من السلوكيه اللي تلقين عليكم بعض صناع المحتوى غير باش يربحوا الفلوس عن طريق المشاهدات. ثالثا، ردوا البال اخوتي المغاربه، عارفين باللي باغيين انكم ديروا الخير في بعض القرى في المغرب، ولكن الخوت شويه ديال التريث وخليوا العاطفه ديالكم على يسار وخدموا العقل ديالكم. راه كاين بعض الاماكن اللي تتمشيو ليها راه خطيره عليكم وعلى اي واحد يقدر يمشي ليها، وكاين بعض الاماكن اللي تتمشيو ليها فيها غير النصابه والشناقه، وهذا الشيء كلشي راه شفتوه وسمعتوه باللسان ديال دوك الشباب اللي كانوا تما، الله يجازيهم بخير. خامسا، ردوا البال، الله يجازيكم بخير، راه نتوما تتكونوا سبب ديال بزاف د المشاكل. الا كلشي هيمشي بالسياره ديالو راكم هتسببوا مشاكل كبيره في الطرقات وخاصه في القرى. راه كاميو واحد الله يجعل البركه اللي يقدر يهز حموله ديال 8 حتى 9 السيارات، وهانتوما نقصتوا عليكم الزحام. وكما سمعنا من دوك الناس اللي كاينين تما باللي انه من الصعب على سيارات الاسعاف دخل القرى بسبب الازدحام ديال السيارات ديالكم. سادسا، اللي بيدير الخير يستر راسو او يغير النيه ديالته. راه التباهي راه ما يزيدكم والو عند الله، بالعكس راه الناس راه تتفهم باللي داكشي اللي تديروا راه التباهي وعياقه، والقيمه ديالكم راه تطيح في عيون الناس، الا في حاله واحده، الواحد اللي بغى يدير الخير امام الملأ باش يحفز الناس، او بالنيه باش يحفز الناس باش يزيدوا يعاونوا الناس المحتاجين. راه هاد السيد هذا اللي تيدير هاد الخير هذا كون على يقين ان الله سبحانه وتعالى غادي يفتح ليه جميع الطرق. سابعا، اي واحد فيكم قال لكم في الفيديو هاد الرابط دخل ليه باش تساهم وترسل الاموال لفيسبوك حر ولا اي واحد، عارف باللي راه تيطنز عليكم وبغى ياكل لكم الرزق ديالكم، وإلا دخلتوا داك الرابط راه ضربك تران. وماشي بعيد في هاد الحاله اللي كاينين دروك نسمعوا بعض الاخبار تيقولوا باللي ان الفيسبوك حر، ولا بعض الناس اللي هما مؤثرين انهم بقى يتقال عليهم هاد الايامات باللي راه نصابه وباللي تياكلوا رزق عباد الله، وباللي راه المؤونات تيجيوهم وتياخذوا شويه وتيقسموا شويه، ومنين جاوهم الديور وكيفاش تيبنيو الديور وبعد تفلسيف باش الناس ما يتيقوش في دوك الناس
اللي تيديروا الخير. بالنسبه للبيعه نصيحه لوجه الله، ملي كنتوا تتبيعوا الحلال وتترزقوا بالحلال وتدخلوا واحد اللقمه حلال للدار ديالكم، راه وليتوا تدخلوا الحرام على داركم. راه انتم دروك تستغلوا الضعف ديال الناس، وهذا تتسمى الاستغلال. وتيقولوا العلماء باللي ان بيع المضطر راه ربا وراه رشوه. يا اخي البائع الله يجازيك بخير، راه خصك تعرف ان الايام تدور وجايك النوبه، وخصك تعرف ان الله يمهل ولا يهمل. وإلا بعتي السلعه ديالك بالثمن ديالها ولا باقل من الثمن ديالها في هذه الحاله اللي الناس محتاجينها، عارف بان الله سبحانه وتعالى راه هادي عوضك شئت وابيت، وماشي بعيد الله سبحانه وتعالى يحيد عليك شي مصيبه جايك في الطريق. وهذا الشيء اللي قديت نشارك معكم، ونسال الله العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.